السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة كوسمي فود للطبخ والجمال. اهلا وسهلا بجميع متتبعي قناة كوسمي فود. نتمنى تكونوا على خير وبخير، ومرحبا بالناس اللي كيشاهدونا اول مرة. اليوم ان شاء الله بغيت نشارك معكم هاد الفطائر اللي كتجي زوينة بزاف، لا عجينة ولا حشوة، وسهلة بزاف. ما نطولش عليكم، نمشيو للمقادير والطريقة، خليكم معي. بالنسبه للمقادير ان شاء الله غنحتاجو، هنا عندي 500 غرام ديال الدقيق مع واحد شويه ديال الملح، تقريبا نص معلقه صغيره. وهنايا عندي 4 كاس ديال الماء دافي، درت فيه معلقه ديال الخميره يعني الفوريه ومعلقه ديال السكر، وخليته هكا واحد ربع ساعه حتى تفاعل وتضاعف الحجم. هنا عندي 2 معالق ديال الزيت، وهنا عندي تقريبا واحد 4 لتر ديال الحليب، يعني تقريبا كاس ديال الحليب او على حساب اللي غادي يقدنا باش نجمعوا العجينه ديالنا. غادي نضيف الخميره مع السكر والماء دافي، وغادي نضيف 2 معالق ديال الزيت، ونبدا نضيف الحليب بالتدريج حتى نجمع العجينه. ما خصهاش تكون مرخوفه، وما تكونش يعني رطبه بزاف، تبقى لنا شويه قاصحه باش منين نطلقوها ما تقطعش لينا. كيف كتشوفوا هذا هو القوام ديال العجينه ديالي، باقا قاصحه شويه وباقا شاده في راسها. غنخليها على هذا الشكل، وغادي نضيف لها واحد المعلقه ديال الزيت، ندهنها من الفوق مزيان، ونغطيها ونخليها تخمر على راحتها، ونوجد الحشوه ديالي. اما فيما يخص الحشوه، هنايا عندي الكفته، يعني كتبقى على حسب الكميه ديال الاشخاص. وعندي بصله مقطعه رقيقه، انا قطعتها في ديك الاله اليدويه. الفلفله مقطعه رقيقه، وهنايا عندي تقريبا زلافه صغيره ديال القزبور حتى هو مقطع، تحميره، سكينجبير، الحار. وهنا عندي الكمون والملحه. هادشي اللي عندي في التوابل. غادي نضيف البصله على الكفته، ونضيف الفلفله والربيع، ونخلط هادشي كله مع بعضياته حتى ينسجموا ليا مزيان. ونبدا نضيف التوابل، غندير الملح والكمون. بالنسبه للحار اختياري، اللي ما بغاش يديروا ما يديروش، يعني ندير بلاصتو الابزار، سكينجبير والفلفل الاحمر. غنخلط كلشي مزيان وغادي نخليه. بالنسبه للحشوه راها ما كتحتاج اننا نشحروها اولا نطيبوها من قبل، غادي نستعملوا الحشوه خضراء في العجين ديال الفطائر. لهذا غادي نخليها يعني تشرب العطريه مع بعضياتها، ونمشي نشوف العجينه ديالي واش خمرات. العجين ديالي بعد ما خمرات غادي نحيدها من المول، غادي نديكازيها ونشكل منها كويرات، ما يكونوش كبارين بزاف وما يكونوش صغارين، يعني متوسطين في الحجم. انا تقريبا يعني هاد الكميه درت ليا 5 ديال الفطائر كبارين. من بعد ما غناخد الكره غادي نطلقها بالمدلك كيف كتشوفوا، ولكن ما تكونش رقيقه بزاف باش ما تقطعش لينا العجينه الوقت اللي نعمروها، يعني واحد شويه تكون العجينه شاده في راسها. وغادي نجيب الحشوه، انا نوضعها الوسط، ونبدا نجمع عليها الاطراف ديال العجينه. صافي بعد ما جمعتها كامله غادي نجمع ليها الوسط بشويه ديال الدقيق باش تلصق ليا. ها هي، وغادي نخليها على جنب حتى نكمل الكرات اللي عندي كاملين، بين ما هذه ترخفات شويه وطلقات راسها. غنعاود معكم نفس العمليه. وغادي نجيب الحشوه ونسرحها. المميز في هاد الفطائر انهم كيطيبوا في الاول في المقله من التحت، عاد كيتحمروا في الفران، يعني هذا هكا كيخليهم انهم يوجدوا بسرعه. زياده على ان الحشوه ما كتكونش طيبه من قبل، يعني ما كتاخذش لينا الوقت في اننا نطيبوها.
صافي غادي نجمعها على شكل كميميسه صغيره وغنخليها على جنب حتى نكمل الكميه اللي عندي ونبدا نطيب. بعد ما ساليت الكميه كامله درت المقله كتسخن وغادي ناخذ اول وحده صايبتها غادي نبدا نطلقها وانا كنخلي الحواف طالعين كيف كتشوفوا بحال اللي غادي ندير واحد الحفره الوسط. وبالنسبه للوسط خاصنا يعني نحاولوا نطرقوه مزيان او نبسطوه مزيان باش ما يجيناش العجينه غليظه ولو ان العجينه كتجي رطبه وكتجي خفيفه. يعني كنحاول نثبت مزيان دوك الجوانب باش واخا يطيبوا ما يطلعوش ليا. كنحاول نبسطها اكثر وانا كنثبت الجوانب. انا هنايا خديت كوردون فيه واحد الدائره ديال العود هي باش غادي نثقب. المهم خذوا اي حاجه عندكم في الراس ديالها كاين دائره باش تثقبوا بها الفطيره ديالكم. من بعد غادي نثبت ليها الجوانب باش ما يطلعوش. غادي نديرها في مقله سخونه مقله ما دهنتهاش. الا بغيتو دهنوها بشويه الزبده ماشي مشكل. المهم انا ما دهنتهاش. راها كطيب بسرعه من التحت ما كتاخذش وقت بزاف. غادي نتسنى عليها غير تتحمر ليا من التحت وغادي ندهن لها الوجه بالحليب باش ندخلها للفران. ممكن دهنوا بالياغورت الا بغيتو. المهم انا غندهنو بالحليب وغادي ندخلها للفران مشعول من الفوق لان التحت عندنا طايب. غير واحد النصيحه هنايا ما تحطوهاش في لاطه حطوها على الشبكه ديال الفران وديروا من تحتها لاطه باش حتى الا هبط لكم ليدا ما يطيح في ديك اللاطه ما يقطرش لكم على الفران ويبسخو. وملي كديروها على الشبكه كتبقى العجينه مقرمشه من التحت وكتجي بحال ديال البيتزا من التحت كتجي بنينه. اما الا درتوها في لاطه داك الليدام كيطلق ديال الكفته وكتعجن ما كتجيش زوينه. فضروري انكم تحطوها على الشبكه ماشي في اللاطه. طابت ليا الفطيره الاولى دخلتها الفران. هذه الثانيه غنعاودها معكم بنفس الطريقه. دائما كنثبتوا الجوانب وكنضغطوا على الوسط مزيان لان العجينه كتكون طلقات فكنقدروا نتحكموا فيها كيف ما بغينا. وغادي ندير لها الثقوب نديرها في المقله نتسنى عليها حتى طيب لي من التحت وندهن لها الوجه بالحليب وندخلها الفران. نتلاقاو في شكل نهائي. هذه هي الفطائر ديالنا كتقدم ساخنه كتجي زوينه بزاف. من بعد ما خرجتها من الفران دهنتها بشويه ديال الزبده مذوبه مع الربيع. كيف كتشوفوا العجينه كتجي رطبه وكتجي هشيشه بزاف صراحه بنينه بنينه بنينه. نتمنى انكم تجربوها وتردوا عليا الخبر. وكالعاده الى عجبتكم لا فيديو ما تنساونيش بلايك وبارطاج وتابونا الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه. والى الفيديو المقبل ان شاء الله كنقول لكم دمتم في رعايه الله.